عاملين ايه؟ كويسين. ايه ده؟ ايه اللي قدامكم ده؟ انتوا هتعملوا ايه؟ هتاكلوا؟ هنعمل تجربة جميلة جدا وهي تجربة الشمع في البيت. ايه ده؟ انتوا بتعرفوا تعملوا شمع يا زين؟ بجد؟ طب هتعملوا ايه الاول يا حماده؟ هنحط ده في الكوباية وبعدين نصب مية. ايه ده؟ ايه ده؟ اسمه ايه ده؟ معرفش. احجار أحجار وجليتر. وجليتر. ايوه ايوه اسمه جليتر. طب مين اللي هيحط؟ زين. يلا يا زين وريني كده. الله شكلهم حلو قوي. حط تاني. ها برافو. كمان برافو. بس كده شيل الطبق بقى عشان تايم. ايه ده يا حماده؟ ايه ده؟ ميه شوربه عاديه. مية وريني كده. برافو. الله ده شكلها حلو قوي. طب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل فكرة الشمع وماما اللي هتحطها. انا اللي هحطها؟ اه. طيب ماشي عشان ما يبقاش خطر عليكم. استنونا هنحطها. ايه ده؟ هو انتوا هتعملوا حاجه تانية؟ تاني حاجة معانا يا اصحابي هي تجربة موج البحر. ايه ده؟ هي في تجربه اسمها موج البحر؟ هتعمل ايه؟ زينة هيحط الحاجات دي. وريني كده يا زيزو. ايه ده؟ ايه دي احجار؟ طب حطها يلا. هنكسر. تعالى يا تيمو هنا. ها برافو برافو. بس كده. حط تاني. حطهم كلهم. برافو عليك. ها ماشي بعد كده هنحط ايه؟ المية كلها. حط كده وانا هقول لك لحد فين وهنوقف. يلا. طب احنا كنا حاطين حاجه في البرطمان قبل الاحجار، ايه هي؟ ها كنا حاطين لون طعام، لون ازرق. برافو برافو عليك. بس كده بس. ايه ده يا حماده؟ ده زيت. زيت ايه؟ زيت ماشي حط يلا. اوعى توقع بره بس. برافو. يلا نقفل البرطمان. يلا نقفل البرطمان. اقفله كويس قوي جامد خالص. يلا نرجه بقى. يلا وري اصحابك كده. ورينا كده. بس خليه مقفول. لا خليه مقفول. اوعى ايدك كده. ايه ده؟ الله وريني. وده كان الشكل النهائي للشمعة. بصراحة شكلها تحفة جدا، ويكفي ان الاولاد هم اللي عاملينها بايديهم، وهتفضل ذكرى جميلة جدا ليهم. اما بالنسبة لتجربة موج البحر فالبرطمان اتكسر من الولد وهو بيحطه، فالحمد لله ان هو ما اتعورش. فمعلش كان نفسي اوريها لكم، بس هي والله كانت جميلة جدا. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل.